إعداد وتقديم هشام فرغلي ورشا طاحون. فيلسوف يا فيلسوف، رأسي مزدحم بأمور كثيرة ولا أعلم لماذا تحدث. وما هو يا ترى بنيتي؟ مثلا كيف لشخص أن يتنازل عن كرامته مقابل أي شيء بالوجود؟ ألم يشعر بعزة النفس؟ بنيتي، الكرامة وعزة النفس وجهان لعملة واحدة. لحظة يا فيلسوف، معنى ذلك أنها شيء نادر في هذا الزمان؟ قد تكون حقيقة في زمن اختفى فيه الكثير من القيم والمبادئ، فعزيز النفس لا ينظر إلى ما يمتلكه الآخرون ولا يحاول أن يحتال لكي ينال شيئا ليس من حقه، وفي حينه يكون راضيا بما منحه الله له كي يعيش هانئ البال. نعم بالله العلي العظيم، صدقت قولا يا فيلسوف. فيلسوف، قل لي من درر قلمك عن موضوعنا الليلة، فأنا أعلم أن في جعبتك الكثير. هناك قول مأثور من كلماتي أقول فيه: كيف لي أن أهنأ وأتنعم بمكانة قد أتت من بعد مناشدة وإلحاح؟ فالهنا كل الهنا لمظفرة وهبها ذو فضل من دون إفصاح. الله، ما أجمل رأيك هذا، وكلماتك يا فيلسوف حقا. بوركت بنيتي. حدثني عن بنيتي، حوارك جميل، ولكن حان الآن موعد الرحيل. حسنا فيلسوف، أمري إلى الله، وإلى اللقاء غدا يا فيلسوف.